مساء الخير على الجميع. انا قلت لك امبارح يا اما تكون حاجه من الاتنين، يا اما تكون راجل وذكر وتكمل المشوار للنهايه وتحاسب على المشاريب بقى كلها بسبب التصريحات الغبيه والغير مسؤوله والمتخلفه التي لا تصدر الا من شخص غير واعي وغير مسؤول في منصب قيادي عالي زيك كده، ويطلع يقول الكلام ده. يا اما تكون الحاجه التانيه، وللاسف ما طلعتش راجل ولا ذكر وطلعت الحاجة التانية، لأن لما بعدها بدقائق بسيطة جدا أو دقائق معدودة طلعت لا مؤاخذة رجعت زي اللي في رجلينا تعتذر وتبرر وتولول زي الحليم وتقول أنا ما كانش قصدي، أنا آسف، جماهير الأهلي والنادي الأهلي فوق دماغي، أو كني لهم كل الاحترام والتقدير. استفدت ايه بقى؟ اهم شوف، قليل التعليم او الاقل حظا في التعليم علموك الادب بالتعليم، علموك الادب بالتعليم وركبوك مسرح الله اعلم هتنزل منه امتى. انت لحد دلوقتي راكب المسرح وماسك الحديده حتى بعد اعتذارك برضو، يعني هم مش قابلينه منك. فانت كده داخل على ايام سودة، لان الموضوع اتصعد وفي بلاغات راحت للنائب العام ووزاره الماليه، جميع القطاعات المشرفه على القطاع اللي انت شغال فيه راح لها بلاغ، طبعا بجانب البلاغات القديمه اللي موجوده على حضرتك بتهمه تسهيل غسيل الاموال اللي كلنا عارفينها ومفيش داعي لذكرها دلوقتي. بس اللي عايزها انا معايا ارقام البلاغات، اللي عايزها في اي وقت ابعتها له، ما عنديش مشكله. ولو عايز نحطها لكم في اول تعليق من عينيا ما عنديش اي مشكله خالص. الباشا عليه اساسا 3 بلاغات قديمه بتهمه تسهيل غسيل الاموال بسبب التصريحات اللي كان بيقول لك تعالى حط مليون واثنين وثلاثة دولار في البنك، الازمه بتاعت العمله الصعبه اللي كانت حصلت، وانا مش هسالك من اين لك هذا. يعني لك ان تتخيل ده تصريح كان لنائب رئيس البنك الاهلي بيقول لك تعالى حط فلوسك ومش هسالك انت جايبها منين. ماشي، دي يعني انت كده بسم الله ما شاء الله مكمل معانا فتره حلوه، يعني مكمل معانا فتره حلوه بجانب بقى ايه البلاغات الجديده، وهنشوف هيحصل ايه. ولكن اللي اثار فضولي وتعجبي يعني واستغرابي شويه هو موقف محاسيب نادي الزمالك او محاسيب القلعه، اكبر قلعه رياضيه في مصر، وكانهم اضافوا بطوله جديده لرصيد دولاب بطولاتهم الممتلئ على اخره بالبطولات، والذي يعتج بالكثير من البطولات خصوصا في الاونه الاخيره. قال لك ايه؟ هو الراجل قال ايه غلط يا جماعه؟ الراجل ما قالش حاجه غلط، الراجل قال ان فعلا ان التعليم بايظ، عشان كده في كتير من الاهلاويه بيشجعوا النادي الاهلي. انا معاك صح، وده حاجه ما تعرناش بالعكس، احنا بننتمي للنادي الاهلي لان النادي الاهلي هو اللي بيضيف لنا، احنا ما بنضيفش، الكيان باقي. هنرحل وهيرحل احفادنا واحفاد احفادنا واولادنا وكل ده و... عفوا، والكيان هو اللي باقي. انا مش بتاع لقطه، انا مش بتاع شو ولا بتاع استعراض زيك. لا، انا ما بطلعش اقول ده بيشجعني وفلان بيشجعني وفلان بيشجعني، لان مش هيفيدني بحاجه ولا استفدت منه بحاجه. انا مش هستفيد منه بحاجه، هو انتمائي للنادي الاهلي بيضيف لنا، على العكس ان انا اتباهى بشخص ان هو بينتمي لنادي الزمالك، ده بتقلل من قيمه ناديك. وانت اكيد مش عارف المعلومات دي بس لانك جاهل زيهم بالظبط. ولكن طلع يقول لك ايه، ما تعتبروه يا جماعه زي امام عاشور عادي، ما هو امام عاشور شتمكم واهانكوا وبعدين ايه ضمتوه للنادي الاهلي، الراجل طلع اعتذر وضمتوه للنادي الاهلي عادي، اعتبروه امام عاشور عادي، يعني ايه المشكله؟ انتوا اللي كل اللي بيشتمكوا بيجي النادي الاهلي عادي مفيش مشكله. وانا بقول لك صح، انا هعتبره امام عاشور اللي لما غلط في النادي الاهلي غلط فيا، وهو في ناديك وهو في الزريبه بتاعتك وهو عندك وبعدها انتقل للنادي الاهلي، ما سمعناش عن المشاكل اللي كان بيعملها اسبوعيا امام عاشور او يوميا، كان في مشاكل بين امام عاشور يا اما مدير فني يا اما مدرب يا اما، ما شفناش الحاجات دي في النادي الاهلي. ولكن برضو انا عايز اقول لك اعتبره ميدو، انا ممكن اعتبره زي الكابتن ميدو، وما أدراك ما الكابتن ميدو صاحب الأخلاق طبعا احنا عارفين وصلات المدح اللي هتتقال في الكابتن ميدو طبعا، يعني الراجل ده ولا كان له مشكلة مع أحسن مدير فني مسك منتخب مصر ولا أي حاجة خالص، اعتبره شيكابالا اللي رفع الجزمة في وشكوا عادي ما فيش أدنى مشكلة خالص. الراجل برضو اللي راح اتخانق مع نفس المدرب مع أحسن مدير فني درب المنتخب المصري، اعتبره مرتضى منصور يا أخي رئيس النادي بتاعك. انا هعتبره ليه؟ هروح بعيد ليه؟ انا هعتبره مرتضى منصور بس بدون ما يشربك من الخراره وبدون ما يصاحب الحاجه وبدون الكلام ده كله. انا مش هجرح فيك لانك انت مجروح، انت مجروح.
يعني انت فيك كل العبر وطالع عايز تعمل ترند، عايز تاخد اللقطه، وعلى حساب مين؟ على حساب ناس تعرف تجيب حقها. انت ما بتعرفش تجيب حقك، انت مكانك، انت مكانك ما بتعرفش تجيب حقك، ولا بتعرف تاخد حقك، وده تمامك واخرك. انما لا، احنا بنعرف نجيب حقنا وحق النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيعرف يجيب حقه. محدش يقدر على النادي الاهلي، ولا حد يقدر يلوي دراع النادي الاهلي، وانت عارف المعلومه دي كويس. والمعلومه دي مسببه لك هلوسه من قديم الازل، ان النادي الاهلي اكبر من اي حد. النادي الاهلي فوق الجميع، الكلمه اللي بتنرفزك وبتضايقك، فوق جميع ابنائه، فوق جميع مشجعينه المخلصين، فوق جميع جماهيره، فوق كل حد. فاهم ازاي؟ لكن الحكايه دي بتقريفك. انا مش هقول لك بقى لا ميدو ولا مرتضى ولا الجماعه دول، انا هقول لك بس ايه، يعني كلمتين تحطهم حلقه في ودانك علشان تمشي بيهم طول عمرك. يا تكون قد الكلام اللي انت بتقوله وتكمل للاخر، يا ما تقولوش وما تعمليش مقارنات بين اهلي والزمالك. الامور ما تتاخدش في اهلي وزمالك. تصريح من واحد غير مسؤول قال كلمتين، الله اعلم بقى كان مصطبح زي الكابتن ميدو بتاعك، اما كل شويه 5 دقائق الصفحه بتاعته بتتهكر ولا لا. مثال بص، التعليم ده مثال للتعليم فعلا. كابتن ميدو وشيكابالا ومرتضى دول تعليم صفوه فعلا. ما هو انت عايز ايه في التعليم تاني لما يطلع لك شيكابالا وميدو ومرتضى؟ انت هتعوز ايه؟ انت هتعوز ايه تاني من التعليم؟ ده كفايه تعرف جوده التعليم من الثلاثه دول. مرتضى اللي كان بيوقفهم طوابير علشان يختار مين اللي يخش المباريات يديله تذكره. مرتضى اللي اهانهم بكل حاجه، رفع الجزمه في وشهم زيه زي شيكابالا. ميدو زي ما قلت لك خناقاته اللي بسم الله ما شاء الله ما تعدهاش. مرتضى اللي كان كل ماتش لازم يحط عليهم ولازم يرفع لهم الجزمه ولازم يشتمهم بكل الالفاظ اللي متاحه ليه، كان بيشتمهم ويقولها لهم، لدرجه ان هو قعدهم مره للساعه 2 ولا الساعه 3 عشان يثبت لهم ان هم نادي القرن بورقه من وزاره التموين. شفت التعليم؟ انت عايز اكتر من كده تعليم؟ يعني الراجل بيثبت لك بورقه رسميه من وزاره التموين ان انت نادي القرن، حاجه مختصه بالرياضه. عايز اجمل من كده تعليم؟ يا راجل تعليم ايه بس، الله يكرمك. تعليم ايه؟ يعني ده كفايه ان احنا عايشين معاك والله، يعني كفايه ان احنا عايشين معاك. فدي ضيفها كبطوله جديده عادي، مفيش مشكله. الموسم هيبقى صعب عليك، هتبداوا ببطوله، دي حاجه كويسه ليك، ولكن ما تجيش تدعي الشرف والمبادئ والمسؤوليه وانتوا شويه محاسيب طالعين تهلفطوا باي كلام. السلام عليكم.